تسلمي لي يا حبيبتي، ربنا يبارك فيكي. ده البيبي التالت، ربنا ادانا الولد الحمد لله. كان عندنا فرح ولوجي، دلوقتي بقى عندنا فرح ولوجي وبودي. صحيح هما 3 عيال هيلففوني حوالين نفسي، بس ربنا بيعين. مال العيال عزوة وكل عيل بيجي برزقه. بعد ما بنجيب البيبي الاولاني بشويه بنقول ما ينفعش يبقى لوحده في الدنيا، طب يلا نجيب له اخت او اخ. لحد هنا وحلو قوي، الحمد لله ربنا ادانا طفل واخوه او اخته، ربنا يبارك فيهم ويقدرنا على تربيتهم تربيه سليمه كريمه. مين سليمه وكريمه دول؟ انا هقولك. يعني ايه سليمة؟ سليمة يعني يكون عندك الطاقة على التربية وغرس القيم وتعليم الفرق بين الصح والغلط لهذا الكائن الصغير اللي انت وباباه مرجعيته الوحيدة في الحياة. طيب تربية كريمة يعني ايه؟ تربية كريمة يعني بغض النظر عن توفير الأكل والشرب وسقف نعيش تحته، خدي عندك يا ستي مصاريف مدارس كويسة، لبس، خروج، رياضة، لعب، نادي، دروس، وبعد الشر علاج وأدوية ودكتور. حياة كاملة بكل تفاصيلها، واللي بقت صعبة فوق الوصف حاليا علشان المعروض دلوقتي كتير، وده بيحمل الأم والأب عبء كبير جدا علشان ما يحسسوش ولادهم إن في حاجة ناقصاهم. طيب هل بعد الحسبة اللي احنا اتكلمنا فيها بإيجاز سريعا دي محتاجة كده انت وابو العيال تقعدوا مع بعض وتسألوا نفسكم بمنتهى الصراحة، هل عندكم القدرة والطاقة على تربية طفل تالت؟ وهل عندكم القدرة المادية على توفير حياة كريمة وتربية سليمة ل3 أطفال بدل 2؟ وتعالي برضو نتكلم مع بعض بصراحة، الأم بنسبة كبيرة هي اللي بتشيل الليلة بتاعت التربية، فاسألي نفسك بمنتهى الصراحة وبدون الخضوع لأي ضغوط، زي مثلا ان انت عايزة تثبتي لسلفتك او لصاحبتك ان انت لسه ممكن تحملي. اسألي نفسك الأول، هل عندك طاقة ان انت تربي وتذاكري وتودي مدارس ودروس وتمارين ل3 أطفال أو أكتر؟ اسألوا نفسكم كويس قبل ما تقدموا على أي خطوة، وطبعا لكم مطلق الحرية في اتخاذ أي قرار، دول ولادكم ودي حياتكم، وربنا يبارك في ذريتنا جميعا.